الرئيس السيسي في ألمانيا. معانا كمان الأستاذ محمد عطية رئيس الجالية المصرية في ألمانيا. أستاذ محمد أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا صح. بعد انتهاء هذه الزيارة نقدر في نقاط سريعة كده نقول إيه الفرق الصورة عن المشهد المصري لدى الألمان قبل الزيارة وبعد الزيارة؟ بالنسبة لدى الألمان تقصدي الشعب الألماني. الشعب الألماني طبعا تربطه بالشعب المصري علاقات صداقة وطيدة عبر سنين طويلة، ولكن بالنسبة إلى زيارة فخامة الرئيس السيسي إلى ألمانيا دلوقتي قربت الأمور، وضحت الأمور اللي فيها بعض الخلافات السياسية اللي كانت موجودة، وكان استقبال ممتاز جدا لفخامة الرئيس السيسي سواء كان من المستشارة الألمانية أو من وزير الخارجية نائب المستشارة. يعني الاحتفال به كان فعلا حاجة تسعدنا كلنا، وأنا كنت حاضر طبعا أغلب هذه الاتصالات والمؤتمرات، وخاصة برضو المؤتمر الاقتصادي من الصبح لغاية الآخر، وكان ناجح بكل مقاييسه. وأقدر أقول لحضرتك أن الرئيس السيسي ادى للشعب الألماني وادى للحكومة الألمانية ممثلة الشعب الألماني يعني الفرصة لمعرفة الأحوال في مصر وعربيا كمان، مش في مصر بس. والحمد لله تم اللقاء بنجاح، واجتمع فخامة الرئيس بعد الظهر النهارده مع بعض ممثلي الجاليات اللي ما كانوش بيحضروا معانا طبعا المؤتمرات، وكانوا بذلوا مجهود كبير في الاحتفالات في الاماكن المعينه اللي كانوا واقفين فيها. ولكن انا باشكر برضو وزاره الخارجيه خاصة الدكتور محمد حجازي قام بدور كبير جدا، وكان بينسق معانا بقاله يعني شهرين عمالين بننسق مع بعض كل الخطوات دي لما تم كلها بنجاح. ولذلك احنا سعداء جدا، وربنا يكتب بالخير بقى ونبدا نشتغل صح. هنتكلم على فكره نبدا نشتغل صح، بس عايزه اعرف من حضرتك الصحافة الألمانية استقبلت ازاي الزيارة؟ استقبلت ازاي الوفود الشعبية؟ البعض بيقول انه بعض الصحف الألمانية كانت مش غير متفهمة لفكرة الوفود الشعبية او فكرة الاستقبال اللي تم للرئيس عبد الفتاح السيسي في ألمانيا. هل اللي عكسته او عكسوا الإعلام الألماني هو بالفعل اللي بيقال داخل الشارع الألماني بعد الزيارة، ولا في اختلاف ما بين صوت الإعلام وصوت الشعبي في ألمانيا؟ لا، هو حضرتك الاحتفالات الشعبية طبعا مش مألوفة ومش معروفة هنا في ألمانيا. يعني أول مرة يجي رئيس جمهورية تحصل مثلا يجي معاه وفود شعبية، لكن احنا علينا دور كبير ووضحنا هذه الأمور للصحافة وللتلفزيون والشعب هنا. ده حب جارف وتأييد جارف لفخامة الرئيس. ده. وبالناحيه الثانيه بقى ناحيه الصحافه وكده، طبعا في بعض الصحفيين من زي في مصر كده مغرضين عايزين يعملوا اي حاجات عشان حاجات صحفيه من اللي حضرتك عارفاها. طبعا انت اخ خبير اكتر مني في المواضيع ديت. لكن دلوقتي ما فيش حد بيتكلم كلام ولا يعمل دعايه سيئه ضد الرئيس او ضد مصر. بالعكس، ده اظهروا مقابله واعترفوا بمقابله بنجاح مع المستشاره، ودي طبعا حاجه واقع، لان لما المستشاره تعمل مؤتمر صحفي مع الرئيس، وبعد كده نائب المستشاره حضر معانا المؤتمر الاقتصادي وتم توقيع بعض الاتفاقيات، وبعد حتى دي حضر الفندق نائب المستشاره اللي احنا كنا فيه، وعمل جلسه اخرى مع فخامة الرئيس واتكلموا طبعا في مواضيع اخرى. يعني انا شخصيا مبسوط جدا بالترتيب اللي اتعمل من مصر من الحكومه، وبالتنسيق مع السفاره ومعنا احنا. يعني فعلا احنا كان في تعاون جامد جدا بيننا وبين بعض، وكل واحد كان له مجال يشتغل فيه. أستاذ محمد، حضرتك كنت بتقول لي لازم نشوف ايه اللي هنعمله بعد كده. يعني اذا كان الموقف تحول بشكل كبير جدا بعد زيارة الرئيس،
طب ايه المطلوب بعد كده علشان ما نديش فرصه لجهه او لجماعه واحده ان هي اللي تتصدر المشهد وتصدر الصوره اللي هي عايزاها، سواء بقى لألمانيا او لغيرها؟ لا، ألمانيا ما بتعملش حاجه. اهم حاجه حضرتك انا قصدي من كده ان تدور عجله الانتاج في مصر. ان تبدا المصانع تشتغل وتنتج، لان بدون ما نقف على رجلينا اقتصاديا هيبقى عندنا دائما مشاكل. وانا اتمنى الحب الجارف لفخامه الرئيس ده يبقى كل واحد عنده حب جارف كده في تأدية عمله للبلد، ويعرف دي مسؤوليه انسانيه وطنيه انه يقوم بشغله عشان بيخدم مصر ويخدم امتنا العربيه كلنا. اي حكومه خارجيه، اي ضغوط خارجيه مش هتقدر تاثر علينا حضرتك الا اقتصاديا، وبالتالي هتاثر علينا سياسيا. صحيح. بشكرك الاستاذ محمد عطيه.